أكدت الحكومة اليمنية ضرورة الضغط على جماعة الحوثي لإيقاف خروقاتها ونهبها لمقدرات الشعب اليمني واستهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية، والالتزام بالتهدئة كأولوية إنسانية والانخراط بنية صادقة مع جهود المبعوث الأممي وجهود الوساطة التي تقوم بها السعودية وعمان للتوصل إلى حل عادل ومستدام للأزمة اليمنية، وذلك لضمان توفير الحماية اللازمة للمدنيين والخدمات الأساسية للشعب اليمني. وأشار مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة والذي دعا عبد الله السعدي في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي إلى أن جرائم وانتهاكات الحوثيين تهدد العملية السلمية وتتسبب بالضرر الاقتصادي